قصتنا مو جديدة، شوية قديمة. هذا واحد قاعد يتكلم قصة اللي حصلت مع يده. هذا شخص سوري، حي الشعب السوري وحبايبنا. تدرون سالفة الثار ما ثار، تذبح واحد لازم فدية، لازم يعني. يقول يدي ذبح واحد وانحاش من سوريا واتجه إلى العراق. فتم بالعراق تقريبا 5 سنوات وما في يعني رسالة أو شيء يقدر يكلم فيه أهلنا اللي بسوريا. تدرون قبل ما في تليفونات واللوية هذه كلها، انقطعت الأخبار عنه. وبعد سنوات وهو بالغربة أهله تفاهموا ويا أهل المقتول بالفدية اللي بيعطونه إياه، وافقوا وجمعوا لهم المبلغ وعطوهم إياه وانتهى الموضوع. فقالوا لازم نوصل أحد يوصل رسالة حق ولدنا إنه خلاص، عشان خلاص ترجع حق ديرتك. وفعلا من هني من هناك قدروا يوصلون حق واحد متجه إلى العراق، وقدر يوصل له، وقال له ترى خلاص موضوعك انتهى، ودق على أهلك وتكلمهم إنه خلاص دفعوا ودية وما عليك إلا العافية. وفعلا توجه إلى أحد السنترالات واتصل عليهم وتأكد، وقالوا له تعال يلا ناطرينك وما عليك شيء، خلاص سددنا المبلغ اللي عليك، بس ناطرين وصولك إلى الديرة. طبعا هو قاعد 5 سنوات بالعراق وصار عنده ربع ما ربع، بس مهما يكون شوفت له الغير، ويعتبر مهما يكون مع أن أهلهم بس هم يكون بغربة. فمن الوناسة طلع إلى السوق، قال بشتري حاجيات من هدايا من ما شنو لما أرد حق أهلي بسوريا. وهو طالع السوق قاعد يشتري حاجياته ولا يشوف ياهال قاعد يطقون مرة كبيرة بالعمر ويسحبون كياسها ويقطون كياسها بالشارع، ويطلعون الأغراض بالكياس يقطونها بالشارع ويمدون إيدهم على المرة الكبيرة بالعمر. يقول أنا ما حبيت المنظر هذا، رحت صرخت على اليهال وأخرتهم وقعدت ألم الأغراض، حطيتهم كيس ثاني مرة وعطيتهم حق الحجية هذه. فهي طالعتني قالت لي مشكور، قالها لا أنا الحين بوصلك لبيتكم عشان لا يتهجمون عليك هاليهال. فالحجية قالت لا مشكور وما قصرت، كافي وقفتك وياي، أنا متعودة يوميا هذا موضوع ويا اليهال. فقال لها لا أنا بوصلك، قالت لا مشكور وما قصرت. المهم عطيتها الأغراض، توني بمشي كانت تناديني يا أحمد. يقول هي ما تعرف اسمي، واحتمال قالت الكلمة هذه إنها ما تعرف اسمي، انت بتناديني بأي اسم عشان أرد عليها. وفعلا لفيت وجهي وقلت لها أمر حجية ايش اللي تأمرين فيه؟ قالت لها أنت مو من هنا. قال لها إيه مبين عليك؟ تقول لها إيه مبين عليك وأنا أعرف عنك كل شيء. يقول بدأ الخوف يتمالكني. قلت لها شلون يعني تعرفين كل شيء عني؟ كانت تقول له أنت عليك دم. فقربت يمها وقلت لها يرحم والديك، يعني ستري على ما واجهتي، لأن الناس هني عبالهم ذابح أحد بالعراق. وثانيا أنا حليت وأهلي حلوا الموضوع كله. قالت لا أدري، أهلك حلوا الموضوع كله وعطوا الفدية حق الناس وما يبون منكم شيء وخلاص، وانت حاليا جاي السوق تشتري الأغراض عشان تفرح فيهم حق أهلك بسوريا وبعدها تبي تسافر. يقول أنا هني قلبي بدأ يرجف، ايش دراها يعني ما حد يدري. فاستغربت، قلت له خلاص اوكي شكرا. توني بمشي عشان تقول له بس بقول لك شغله، انت راح تسافر ويا مجموعه اللي هم رايحين سوريا، بس بقول لك شغله واحده، وانتوا قاعد تمشون راح تمرون يم حجرين وبينهم عصات، لو وصلتوا هناك راح واحد منكم راح يطقه تعضه حيه. هذا الشخص انتوا راح تخلونه وتمشون، وانت راح تقنع الجروب اللي وياك انه ما تساعدونه، تخلونه بمكانه. فقالت لها شلون نخليه بمكانه يعني؟
يعني انا حسيت بالغربة. الحين هو يعتبر بغربة ويبي يرد حق اهله. قالت له انت راح تقنعهم انه يخلونه بمكانه، والنصيحة اقنعهم يخلونه بمكانه ولا تاخذونه وياكم. طلعت وضحكت قلت له خير خير ان شاء الله. كانت تقول ها وبعد ما تخلونه وتمشون بمسافة راح يهجمون عليكم تكرمون كلاب، واكثر شيء راح يتجهون حقك انت، يبون ينهشونك انت، فدير بالك. يقول قاعد افكر. قلت له خلاص اوكي، وهديته ومشيت. رديت الى السوق ثاني مرة، وانا راد السوق قاعد افكر بكلام الحجية هذه، شلون بهدي الرجال وهو يعني عضته حية، وبدال ما نساعده نهده. يقول شريت أغراضي، وفعلا ثاني يوم الصبح اتجهنا كلنا أننا بنروح إلى سوريا. حزتها في ناس عندها يعني فلوس، شرت خيل، اللي يتكلمون عنده فلوس شر حمار، اللي عنده جمل، وفي ناس مشي، وأنا واحد من الناس اللي كنت قاعد أمشي. وفعلا مشينا يعني قاعد نمشي، إننا متجهين من العراق إلى سوريا. وإحنا قاعد نمشي بلش تعب علينا، واحنا قاعد نمشي وبلشت حرارة الجو. وفعلا بس هذا في واحد من الموجودين كان يهدنا ويركض شوي ويرجع ثاني مرة. فسألت اللي موجودين ايش في هذا؟ شكله والله ما يندرى، بس يمكن عقله مو وياه يعني. حسيت ان هذا اللي بيطق اللي تبتعض الحية. المهم قاعد نمشي وانا تلفت يمين يسار ادور الحجرين والعصاية اللي بينهم. لما مشينا حسينا بتعب، خلاص الحرارة كانت مو طبيعية ويانا. فواحنا قاعد نمشي وصلنا عند الارض كانت تيلة، بس بعدين كانت في تل شوي، كان في حجرين وبينهم عصاية. فالجروب اللي وياي قالوا خل نريح الحين ونتغطى عن الشمس صوب هالحجرين هذولي على ما تخف الشمس ونرجع ثاني مرة. هني الصورة صارت قدامي كأن العيوز، شنو كانت الكلام اللي تقول لي اياه. وفعلا هذا اول شيء، حجرين والعصاية. هني قعدت انطر الاحداث اللي راح تصير، الشخص اللي راح يعضه الحية الثعبان. وفعلا شوي كذي ولا ينطلق هذا نفسه، راح بعيد عنا. قبل ما يجي بشوي سمعنا صرخته، اتجهنا له كلنا، لقينا فعلا الحية عضته بريله، وهو ماسك ريله ما يتكلم بس مبطل عينه ويطالع. وقاموا اللي ويانا ذبحوا هالحية، وكانوا يحاولون يسعفونه ياخذونه. وانا قلت لهم وين نشيله، وين نوديه، بشنو نوديه، وثاني شيء بينكم طبيب؟ قالوا لا. قال احنا على ما ناخذه ونوديه ويانا يمكن يموت، يعني ما ويانا طبيب نسعفه، خلينا نخليه بمكانه، يمكن احد يمر يكون طبيب او يعرف بالشغله هذه ويعالجه، بس اذا خذينا ويانا 100% راح يموت. وبعد محاولات مني فعلا قدرت اقنعهم انه يخلونه، يمكن يمر احد ورانا ويعالجه، وفعلا خليناه. وبلشنا نمشي لما بلشت تظلم علينا الدنيا. سمعنا تكرمون صوت كلاب قاعد تقرب عندنا وهي تنابح. تذكرت العيوز ثاني مرة، فكل واحد فينا حاول يمسك خشبة اي شيء انه يوخر الكلاب عنا. وفعلا اسرعنا بطريقنا ولحقونا الكلاب، وانا لحقوني الكلاب وقعدت احاول اهش، كل واحد راح بطريق، افترقنا من الخوف والركض، وقاعد انا احاول اهش الكلاب عني وانا قاعد اركض. لما بعدنا خفت صوت الكلاب، لما بعدنا من المنطقة هذه قعدنا شوية بعيد، فولعنا خشب ولعنا نار ان نرتاح شوي. واحنا قاعدين وشابين النار قدامنا ونتدفى شوي لان هوا برا شوي براد بالليل، سمعنا صوت تكرمون الكلاب ثاني مرة قاعد يقربون ويبعدون. فقلت حق واحد من الموجودين كان عنده سلاح، فقلت له ممكن تعطيني سلاح عشان اروح اشوف مكان الكلاب، على الاقل ارمي بالهواء انحشهم عنا. قال اوكي، واعطاني السلاح
وبديت أمشي 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 لما وخرت تقريبا من 400 إلى 600 متر عنهم، شوية كذي ولا طالع ولا في شايب لابس أسود بأسود، مو مبين فيه ولا شيء، لا عينه لا حلجة ولا شيء، بس إن لحيته بيضة والشعر نازل على وجهه أبيض ولبسه أسود بأسود. وقال لي تطمن وما في أحد راح يقرب يمكم، ولا كلب منهم راح يقرب يمكم، واللي يقرب يمكم أو يمس أحد فيكم بشيء راح يموت بمكانه. وأنا استغربت من كلامه، فرديت أطالع ربعي اللي أنا جاي وياهم بالجروب، لفيت وجهي أطالعهم، رديت ثاني مرة ولا أطالع الشخص نفسه مو موجود، ولقيت كلب أسود. الظاهر أن الكلب هذا هو زعيم الكلاب، طبعا هذول جن. فرديت مكاني وقعدنا، وأول ما شق النور بلشنا نمشي، وفعلا وصلنا إلى ديرتنا. وأول ما وصلنا رحبوا فيني أهلي وذبحوا ذبايح والجيران، وكل يوم غدا عند واحد وعشان الواحد. بس للحين الأحداث اللي صارت وياي سواء من العيوز هذه اللي قالت لي ايش راح يصير، قاعد تعرف شيء مستقبلي، الأشياء اللي راح تصير أو الأشياء اللي صارت وياي بالبر، من هالشايب اللي طلع لي، وليش كانوا يلحقون الكلاب، وهذا ليش نهده ونمشي اللي نعض من الحية. فقلت خلا أسأل عن واحد، وكان عندنا واحد كنا نناديه عراف، هذا كان يعرف كل شيء، يعني يعرف كل شيء كل شيء، أي شيء أحد يستشيره من القرية قاعد يروح حق العراف هذا. فاتجهت له وقلت له الموضوع 1 2 3 من العراق إلى وصلت سوريا. قال لي على المرة هذه مخاوية، عندها جن ما جن ومخاوية، فقالت لك اللي راح يصير قدام. وعلى طاري الكلاب اللي لحقوكم هذولي انتوا دشيتوا منطقة جن، فالكلاب هذولي كانوا يخوفونكم، يبونكم تطلعون من المنطقة مالتهم، والرجال اللي طلعكم هذا هو اللي ماسككم كله. فبعد ما طلعتوا من منطقتهم حذرهم انه ما يقربون يمكم، لان خلاص هدوا منطقتكم ومشوا، وكانوا عبور فما راح يأذونكم. قال زين واللي عضته الحية وهذا، قال هذا عليه ثار، كان ذابح احد من الجن. الله اكبر الله اكبر. وكانت المرة تقول لكم خلوا انه عشان لا يأذونكم الجن، ويبون ياخذون ثارهم منه لانه ذبح واحد من الجن. والرجال هذا اللي يالك وكلمك واخر شيء بلحظة تحول الى كلب، هذا انه شكرك بس انه ما خلى الجن يأذونكم، بسبب انه خليتوا الشخص ذاك لانه كان ذابح احد من الجن وكانوا يبون دمه. وهذه قصة يد الشخص هذا اللي ينقل القصة اللي صار ويا يده، من المرة إلى الجن، وشنو الأسباب اللي صار وياهم. وهذه كانت قصتنا اليوم خفيفة كذي، وإن شاء الله لنا قصة ثانية أقوى جدا إن شاء الله يا رب. وإذا عجبتكم القصة لايك، والاشتراك لا تنسون الاشتراك. وإذا تبون تدعموني انقلوها إلى جروباتكم بالواتساب، كل اللي حواليكم، هذا دعمكم لي أنا عشان نستمر بالأفضل والأفضل. السلام عليكم.